القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من اقرأ وارتقي. وإن شاء الله تعالى ما زلنا في سورة البقرة، وهنبدأ من الآية 197 صفحة 31 من مصحف المدينة. وقبل أن نبدأ القراءة نتعرف إلى ضيوفنا. أخونا الشيخ عبد الحليم النجار، إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا بك مولانا. وأخونا الشيخ محمود الصعيدي، عمرو الصعيدي. أهلا بك. عمرو الصعيدي. وأخونا والابن محمد سعد ربيع. الحمد لله. مرحب بك يا محمد. نبدأ الشيخ عمرو الصعيدي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما فيك بالنسبة للجيم، وطبعا اخواننا المشاهدين معانا ناخد بالنا من مسألة الجيم لأن بتبقى فيها إشكال، لأن لو ما حققتش مخرج الجيم، إن الجيم حرف شديد مجهور، حرف قوي، لابد فيه طبعا ما بحبس النفس معنى الجهر هو انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة مخرجه أو لقوة الاعتماد على المخرج. فأنا ما أقول الحج، وفي نفس الوقت طبعا لو أنا حققت المخرج من شدة وجهر هتلافى مسألة دخول الشين، لأن كتير يقول إيه الحج أو يقول ولا جدال في الحج. الحج دخل على إيه؟ دخل على الشين. فنحذر هنا ما بقول الحج، شوف انحبس الإيه؟ النفس لقوة الاعتماد على المخرج. الحج، وجرب معايا كده وانطقها معايا. الحج هو ده التعطيش، او الحج او ولا جدال في الحج، لكن ما اقولش الحج كده. سبت ايه؟ خليت في ايه؟ مفيش انحباس، النفس ايه؟ مشي خلاص اهو. هو الحج، لا اقول الحج، ولا اقول فلا جدال، اقول ولا جدال في الحج، اقول الحج اشهر معلومات. هكذا مشايخنا كانوا يقولوا ان انت عشان تنطق الجيم صح، مسألة تقريبية طبعا، ان انت اللي بتكون الجيم تعطيش الجيم قريب للدال اقرب منه للشين. فاقول الحج ولا جدال في الحج هكذا، لكن ما اقولش الحج دي خالص، دخلت الشين. يبقى انا لو حققت المخرج من شدة وقوة ومن شدة وجهر، يبقى انا كده ايه؟ هتلافى وتلاشى مسألة ايه؟ دخول الشين. فناخد بالنا قوي من المسألة ديت. اقول الحج اشهر معلومات، شوف التعطيش، الحج جو ما قلتش حج شو الحج جو اهي. ولا جدال في الحج هكذا. يبقى بيحصل في مسألة الجهر يحصل انحباس في الايه؟ في النفس، انحباس النفس لقوة الاعتماد على ايه؟ على المخرج. اتفضل. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ عمرو. بس انا برضو احنا تعودنا ان احنا لابد من التعليقات دي عشان الناس كلها تستفيد طبعا لا شك. فما انا باجي اقول فمن فرض،
عندنا نون ساكنة وبعدها الفاء، واحنا اتفقنا ان الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع ايه؟ مع السنان العليا. وارجو يعني الكاميرا تقرب عشان ابين مخرج الفاء. احنا قلنا ان الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع السنان العليا. هنا عندنا في اخفاء الحروف ال15 عند النون بيحصل ايه؟ بيحصل ان بيقل الاعتماد على مخرج النون، يعني بيذهب او بتذهب ذات النون وبتبقى الصفة بتاعتها اللي هي الايه؟ الغنة. فبقول فمن اللي بيحصل ايه؟ بتذهب او بيذهب ذات النون وبتبقى الصفة، يبقى اللي بين الميم والفاء غنة ليس الا، مش النون. فبقول فمن فمن فرض فما اقول فمن فرض يبقى اللي بين الميم اللي فمن، بين الميم وبين الفاء في كلمة فرض بتبقى ايه؟ غنة لا غير. فبقول ايه؟ فمن يبقى انا مع الغنة، انا بجيب الغنة اجهز ايه؟ اجهز مخرج الفاء. اقول فمن خدت بالك؟ بس طبعا مدة الغنة حركتين. فاقول فمن فرض فمن لكن مش زي حد مثلا اي بسمع كتير يقولوا ايه؟ فما فرض كده، ومفيش اعتماد ولا بيان لمخرج الفاء ولا الكلام ده. لا، ما ينفعش. يبقى انا بعد الميم بجيب الغنة وبجهز للفاء. اقول فمن فرض، يبقى انا جبت الغنة حركتين اهو وبينت مخرج الفاء. فمن فرض هكذا. اتفضل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ناخد بالنا برضه شيخ عمرو. اقول ايه؟ فاذكروا الله عند المشعر، نفس اللي قلناه في مسألة الإخفاء. قلنا ان إخفاء الحروف ال15، إخفاء النون عند الحروف ال15 ايه اللي بيحصل؟ بيذهب ذات الحرف اللي هي النون وبتبقى صفة النون. فبعمل ايه؟ اقول عند يبقى هي ده الإخفاء. انا بجيب الغنة حركتين اهو وبعدين بدخل على الدال. فما اجي اقول عين يبقى بين العين والدال غنة، بين العين والدال ايه؟ غنة حركتين. زي ما العلماء قال المرعشي وغيره من اهل العلم قالوا ان ليس بين العين والدال الا غنة، لان بيذهب ذات النون وبتبقى الصفة بتاعتها اللي هي الايه؟ الغنة. فاقول عند المشعري هكذا. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فتح الله عليك، جزاك الله خير. جزاك الله.